بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من أفضل الأجهزة الموجودة للمطبخ حاليا هي الهاند بلندر. استخداماتها كتيرة جدا عشان سهلة وسريعة وبسيطة، وكمان بتنجز معانا في الوقت، يعني ثواني بنكون خلصنا كل حاجة. هنتكلم النهاردة عن أنواع الهاند بلندر وإيه هي أفضل الأنواع اللي نشتريها عشان نتجنب العيوب بتاعتها، وإزاي نحافظ عليها بخطوات بسيطة جدا. لو اتبعناها هتفضل معانا الهاند بلندر بكامل جودتها ومش هيجرالها أي حاجة. اول حاجة عايزين نعرفها هي انواع الهاند بلندر. في منها نوعين، نوع معدن ونوع تاني بلاستيك او فايبر. اللي احنا ما نعرفوش ان كل نوع منهم ليه استخدام معين، يعني ما ينفعش نستخدم الفايبر زي استخدامات المعدن. يعني انا شخصيا ما كنتش اعرف المعلومة ديت، فلما اشتريت الاول اللي هي البلاستيك. انا كنت بستخدمها في كله بقى، في السخن على طول طبعا، لان معظم الهرس بيكون في المأكولات السخنة. فبدأت طبعا اللي هي بيبقى شكلها، هي ما كانش شكلها كده، هي كان شكلها ابيض، فتتفاعل مع الحاجات السخنة وبدأت لونها يتغير، وبعدين يحصل فيها شقوق كده وتطقطق وتتفك. رغم ان هي ماركة كويسة، لكن البلاستيك بيكون ليه استخدامات معينة اللي هي الحاجات الباردة بس. فالافضل لما نيجي نشتري المعدن اللي هي الهاند بلندر، السلاح بتاعها معدن دوت، بنستخدمه في كل حاجة. تستخدميه في المأكولات الباردة، في المأكولات السخنة بيكون معاكي احسن دوت. بالنسبة لو انتي ما اشتريتيش، لكن لو انتي اشتريتي بقى وكان عندك اللي هي البلاستيك ديت، برضو هنشوف خطوتين ازاي تحافظي عليها بحيث ان هي ما تبصي منك وتتجنبي الاخطاء اللي بتحصل. لازم ناخد بالنا واحنا بنستخدم الهاند بلندر، لو حسينا ان السلاح بتاعها دوت تقل ومبقاش بيتحرك وصوت الموتور اتغير او عالي، لازم نوقف الهاند بلندر فورا وما نكملش شغل بيها. على فكرة الهاند بلندر ديت البلاستيك انا بصورها لكم بس، لكن انا دلوقتي ما بشتغلش بيها. هي بعد ما باظت انا وديتها تتصلح كذا مرة. فشايفين المادة اللي من جوه ديت، هو كان في الصيانة حاطلي المادة اللي جوه ديت، مش عارفة ديت ديفكون او ايه، عشان تبقى محكمة ويمنع مرور السوائل من جوه، لان هي وانا بستخدمها في الهرس كان السوائل بتدخل من جوه وبتبوظ الاكل اللي انا بعمله طبعا. فالهاند بلندر البلاستيك ديت يا جماعه انا ما بنصحش بيها نهائي، لان عيوبها كتيره واستخدامها قليل جدا. شايفين الاكس دوت لما بيبدا يتحرك كده مبقاش ثابت في مكانه، فبيسمح بمرور الميه وكمان السوائل جواها وبيبوظ الدنيا يعني. فعشان عيوبها كتيرة اللي ما ظهرتش طبعا الا بعد الاستخدام، فبطلت استخدمها نهائي واشتريت هاند بلندر جديدة بيد معدن. افضل واحسن طبعا تستخدميها في كل انواع المأكولات سواء الباردة او السخنة، مش هجرالها اي حاجة. فعشان نحافظ عليها بقى معانا خطوتين اساسيين لازم نعملهم. اول حاجة بعد ما نستخدم يد الهاند واحنا بنغسلها نتأكد كويس ان مكان السلاح هنا نضيف كويس ومفيش حاجة محشورة تحت السكينة. تاني غلطة بتحصل معانا وممكن تبوظ يد الهاند، لما بنيجي نغسل يد الهاند بعد الاستخدام بيجي مية غصب عننا مكان الأكس هنا وبتنزل تحت وبتفضل موجودة جوه الهاند. عشان نتجنب الغلطة ديت لازم بعد ما نغسلها نحطها بالوضع دوت، عشان المية كلها تنزل وما تتركنش فيها، وأضمن ان ما يحصلش صدى جنب الأكس ممكن مع الوقت يعطل لي الهاند خالص. الخطوة التالتة عشان نحافظ على الهاند ميكسر بتاعتنا، لازم كل فترة من استخدام الهاند ان احنا نزيت الاكس. بيكون عندك زيت مكن، الزيت دوت بيتباع عند محلات مستلزمات الخياطة، بنحطيه في قطارة صغيرة وبنيجي هنا عند مكان الاكس وبنضيف نقطتين بس كده، دول هينزلوا على الاكس. وهنلف السكينة من تحت عشان نضمن مرور الزيت بسهولة، وما تخافيش مش هينزل في الاكل خالص ولا اي حاجة. دوت هيحافظ على الاكس وهيحافظ كمان على صوت الموتور يكون ناعم معانا، والسكينة ما تتقلش معانا خالص. في مشكلة كمان بتحصل ومبنكونش عارفين سببها ايه. ساعات بيكون الهاند شغالة كويس والسكينة بتلف، لكن ما بتهرس معانا الاكل خالص، يعني بتكون شغالة صوت بس تقريبا. سبب المشكلة ديت ما بيكونش اي حاجة في الموتور خالص اطلاقا، لكن بتكون سكينة الهاند نفسها. الشفرة بتاعت السكينة ديت بتكون تلمت، فالشفرة ديت هي بتتسن، بنوديها عند محل الصيانة وهو بيفك السكينة ديت وبيسنها، لكن احنا طبعا ما نحاولش ان احنا نفكها خالص. كده احنا اتكلمنا في كل حاجة بتتعلق بالهاند بلندر. ولو تابعنا الخطوات اللي احنا قلناها سواء عندنا هاند بلندر بلاستيك او معدن، هتفضل معانا الهاند بلندر بكامل جودتها ومش هيحصل فيها اي تلف او اي اعطال.